لو أنت ما شُفتش الفيديو اللي فات، فأنا اتكلّمت عن 3 أدوات كده أو أكتر من أداة، ولكن أهمهم هم 3 أدوات، دول اللي أنا هاكلّمك فيهم النهارده وهاكلّمك في إزاي تستخدمهم. هاقول لك إزاي أنا كأحمد بانظّم حياتي كلّها بال3 أدوات دول. لو أنت ما شُفتش الفيديو اللي فات، فأنصحك جدًا إن أنت تروح تشوفه، بس بعد الفيديو ده لإن أنت لو رُحت هناك أنت مش هترجع هنا تاني. فتعالَ نشوف الموضوع بتاعنا. عايزك تجيب الموبايل بتاعك، ولو أنت بتشوفني من على الموبايل نفسه مش عارف هتعمل إيه. هتجيب موبايل تاني، هتقعد على لابتوب، أيًا كان اللي أنت هتعمله، ولكن عايزك تركّز معايا عشان كل برنامج من ال3 برامج اللي هنتكلّم فيهم دول مهمين، ودول كفاية إن هم ينظّموا لك حياتك. زي ما في مثل أجنبي كده بيقول لك less is more وmore is less. يعني إن أنت الأدوات الكتير هي هتعطّلك، والأدوات القليلة لو استخدمتها صح أنت فعلًا هتنتج بيها. طيب مش عايز أرغي كتير في المقدمة، تعالَ نشوف الموضوع بتاعنا. ما تنساش إن أنت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، حُط لايك في السكة كده ويالّا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم كده إحنا معانا 3 أدوات، يعني بُص حياتك كلّها هتترتب بيهم، ما تفكّرش في غيرهم. ممكن تفكّر في غيرهم بعدين يعني مرحلة advanced شوية، ولكن أنا باتكلّم للحد العادي اللي مش عايز وجع دماغ، اللي عايز يرتّب حياته ببساطة. أنا جايب الموبايل بتاعي أهو، وهنفتح مع بعض الأدوات دي. أول أداة وهي خمِّن كده tasks اللي هو تبع جوجل، على فكرة ال3 أدوات تبع جوجل، بتحط فيها المهام بتاعتك كدوت. الأداة دي يا سيدي كto do بتوب وبتوب عليه بالسمسمات. الأداة دي أنت بتحط فيها المهام بتاعتك كده كto do list. الحمد لله اتقالت صح، عشان كانت جاية معايا من شوية كتوتو مش عايز تيجي. المهم بتحط فيها المهام بتاعتك، مش هاقولها تاني بقى، أنت to do list لمّا بيتحط قبليها كاف ما بتتقالش. فالمهم أنت فهمت أنا عايز أقول إيه. تحط فيها المهام بتاعتك كده أكنك إيه، نازل تجيب طلبات البيت مثلًا، فبتكتب في ورقة أنت عايز إيه. هو دي فكرة البرنامج ببساطة، إحنا مش عايزين أكتر من كده. أنت هتحط في طبعًا برامج كتير بتعمل ده، أنت تقدر إن أنت يعني تاخد الفكرة وتعمل إسقاط على أي برنامج تاني أنت عايزه، ولكن أنا باقول لك البرامج البسيطة اللي ما فيهاش دوشة، إحنا مش عايزين نوجع دماغنا بتفاصيل، في النهاية النتيجة واحدة. فالمهم أنت بتحط فيها المهام بتاعتك، اللي هو أنت المهمة اللي هتخلّصها تعمل لها check وانتهينا على كده. طيب دلوقتي الشاشة بتاعة الموبايل بتاعي هيظهر لك أيًا كان بقى هاحطها فين، ولكن تعالَ نبدأ بأول برنامج. طبعًا أنت شايف أنا عامل folder للproductivity، وأول واحد اللي هو Google Keep، وده البرنامج التاني. حرقت عليك بقى البرنامج التاني، والبرنامج التالت calendar يالّا، حرقت لك ال3. المهم عندك Google Keep، عندك tasks، عندك notion ده مرحلة متقدمة أوي أنا باستخدمه، ولكن مش عايزك توجع دماغك دلوقتي بالقصص دي. وعندك طبعًا الباقي. خلّينا نفتح الtasks بتاعتنا، هنلاقي إن إحنا عندنا صفحة بسيطة خالص ما فيهاش أي حاجة. كل اللي هتعمله إن أنت هتسجّل طبعًا في أول مرّة أنت هتسجّل الإيميل بتاع جوجل بتاعك، وشكرًا على كده. هتدوس على الزائد اللي موجودة تحت دي، وتكتب المهمة بتاعتك وليكن مثلًا الgym مثلًا، وأدوس save شكرًا. بمجرد ما بتخلّص المهمة دي أنت بتدوس على الدايرة دي، فبتتنقل للcompleted أو المُنجزة، المهام اللي أنت خلّصتها. دي ببساطة كده بتكون حافز ليك، اللي هو أنا في حاجة اتشالت من عليَّ، فده ليه تأثير نفسي جامد أوي على فكرة. أنت أمّا تجرّبه هتدمن الإحساس ده. طيب ندخل على البرنامج التاني، والبرنامج التاني اللي هو Google Keep. طيب Google Keep ده إيه وظيفته؟ Google Keep ده بالضبط كده عامل شبه الsticky notes. Google Keep ده بقى خلّيه صاحبك طول اليوم، بمعنى إن أنت قاعد كده جات لك فكرة، ما تستناش عليها. أي فكرة هتيجي في بالك ما تستناش عليها، افتح الموبايل بتاعك وافتح جوجل كيب على طول وحطها. طب تعالَ نفتح مع بعض جوجل كيب عشان تبقى فاهم أنا باتكلم عن إيه. نفتح الفولدر الجميل بتاعنا وندخل على جوجل كيب. نفس الفكرة برضه طبعًا أنا فاتح الأكونتات اللي ما فيهاش الdata، عشان ما تفتكرش إن الصفحة بتاعتي فاضية، لأ هي مش فاضية، بس عشان يعني أشرح لك الموضوع زي ما هيظهر لك. برضه عشان ما أحرقلكش المواضيع اللي جاية، ما هو أنت هتشوف الفيديوهات والأفكار اللي جاية. حاولت يا أسرف. فأنا عايزك بقى تشترك في القناة عشان ما يفوتكش اللي جاي. المهم تعالَ معايا في البرنامج، هتلاقي إن في برضه نفس الزائد اللي موجودة تحت، تمام. بتختار هنا بقى أنت عايز تعمل إيه، عايز تعمل list، وعلى فكرة دي نفس فكرة الto do list، ولكن أنا باحب أفصل كل حاجة. لو تفتكر كده من الفيديو اللي فات أنا حتى حياتي كلها فاصلها في موبايلين، فأنا باحب أفصل كل حاجة، وأنصحك إن أنت تعمل ده.
عندك في ايمج، دروينج، اوديو، ليست، تكست. ايه الفرق ما بينهم؟ ايمج ده لو عايز تحط صوره، انت عايز ترمي صوره كده يعني من ضمن الافكار او من ضمن الحاجات اللي انت عايز ترجع لها، ما بستخدمهاش بصراحه. الدروينج لو انت عايز تشخبط بصباعك، انا بستخدمه مع الاس 26 او اي موبايل سامسونج فيه القلم، لان القلم بيساعدني ان انا اعمل ده. ولكن انت بالنسبه لك ما تعملش ده، يعني لو انت الموبايل بتاعك اللي هو حال 99% من الموبايلات من غير القلم اللي فيه ده، فما تعملش الموضوع ده. الاوديو ده لو انت عايز تعمل فويس نوت، وساعات بستخدمه ولكن ما بفضلوش، لان الفويس نوت بيجبرني ان انا اسمع الفويس. يعني انا مش عايز اسمع الفويس، انا المفروض ان انا مثلا ماشي في الشارع او قاعد في مواصلات او بعمل اي حاجه، فانا عايز حاجه يعني اللي هو فكره جات لي انا عايز اكتبها في السريع. ف يعني الفويس بيبقى لطيف وكل حاجه لو انت ايدك مش قادر ان انت تكتب بيها دلوقتي، او الفكره سريعه لدرجه ان انت لو قعدت تكتبها هتتنسى. ولكن انا ما بستخدمش قوي الاوديو. الليست زي ما قلت لك اللي هو زي التاسك، وعندك تكست وهي دي اللي احنا بنستخدمها. هندوس على تكست، هتكتب ايا كانت الفكره او اي حاجه. تايتل هتكتب العنوان بتاع الفكره دي برضو اي حاجه. وبعد كده دوس نيكست، تشيل الكيبورد خلاص. طب مجرد ما ترجع، يعني انا بعمل باك اهو، هي اتحطت لك كبطاقه كانها ستيكي نوت قدامك. تقدر ان انت على فكره تغير اللون بتاعه وتغير كل اللي انت عايزه. استنى اشيل بتاع دي، ايوه. تقدر ان انت تعمل كل اللي انت عايزه بان انت تعلق صباعك عليها. هتلاقي في عندك الباليتة بتاعت الالوان دي، اختار بقى اللون اللي يعجبك. فانا مثلا انا كاحمد منظم مثلا كل نوع شغل او كل الفكره دي بتندرج تحت ايه بلون. يعني مثلا اليوتيوب باللون الاحمر، فجات لي فكره فيديو فبكتبها باللون الاحمر. والله مثلا حاجه فكره هعملها في حياتي او في اللايف ستايل بتاعي عموما، اعملها باللون الاخضر. حاجه في الشغل والميتنج والكلام زي ده باللون الازرق، وهكذا. انت بقى بكيفك يعني. نيجي بقى لاهم برنامج فيهم، واللي هو حرفيا انت بيه ممكن تستغنى عن اللي فاتوا ما عدا جوجل كيب. يعني جوجل كيب انا بعتبره من اهم الحاجات اللي في حياتنا عموما. ولكن البرنامج اللي جاي هو انت تقدر حياتك كلها تتنظم عليه، وهو ببساطه برنامج الكالندر، برنامج النتيجه. ببساطه تعال نفتحه مع بعض. نفس الفولدر الحلو بتاعنا. بالمناسبه انت تقدر تستخدم بتاع مايكروسوفت، تستخدم بتاع ابل، بتستخدم بتاع اي حاجه انت عايزها عادي. ولكن انا بحب ان اربطهم كلهم على حساب واحد. يعني انا الاول كنت على طول جوه منظومه ابل، ما بفكرش ان انا اخرج منها. ولسه فيها برضه، بس اللي هو ايه يعني مش عايز ادخلكم في امور تقنيه. يعني انا واحد عندي قناه تانية بعمل عليها مراجعات تقنيه وكده، يعني فضلت ان انا اجيب الاس 26 الترا مع المنظومه بتاعت ابل، بحيث ان ايه لو انت مهتم بالقصص دي وعايز تشوف الحكاوي اللي زي دي، روح تابع القناه التانية. ولكن خلينا في موضوعنا، واللي عايز اقوله لك ان انت تقدر تستخدم نفس البرنامج ولكن من اي شركه تانية عادي. فانا مثلا على المنظومه بتاعت ابل كنت بستخدم الكالندر بتاع ابل عادي، النوتس بتاعت ابل. الحاجه بصراحه اللي ما كنتش بلاقي لها بديل جوجل كيب، ده الوحيد اللي كنت بستخدمه من جوجل. طب ايه الحكمه من ده؟ الحكمه من ده في ان كل حاجه تبقى مربوطه على حساب واحد، فانت تلاقيها كلها بتسمع مع بعض. فهنا انا على الاندرويد وعلى البي سي. البي سي هنا ويندوز، فانا بتعامل على الحساب بتاع جوجل بقى، اللي هو انا بفتح النتيجه بتاعتي، بفتح الجوجل كيب، بفتح المهام والكلام ده كله من على الكمبيوتر او من على الموبايل او من اي جهاز تاني. لكن مشكله التطبيقات بتاعت ابل ان انت لازم يكون يعني اكون مثلا فاتح الماك بوك مش فاتح البي سي. فطبعا مش منطقي يعني. اكون فاتح الايباد. لو معاك موبايل اندرويد لا ما ينفعش. ف يعني انا عشان كده بحب اعتمد على جوجل، لان هي جوجل متوفره هنا ومتوفره هنا، تقدر تاخد راحتك. المهم خلينا ندخل في البرنامج بتاعنا. هنفتح الكالندر، وهو بكل بساطه بيجيب لك اليوم. انا بعرضه لك ليه في الكاميرا؟ ما هو ظاهر قدامك دلوقتي. الحشيش تمام حاجه هايله قوي يا معلم. ما علينا يعني. بيجيب لك اليوم بتاعك كمخطط زمني. طيب انت ممكن لما تفتح البرنامج ما تلاقيهوش بالمنظر ده. انت هتدوس على الثلاث شرط اللي فوق دول، هتلاقي ان انت في عندك طبعا دي الحسابات بتاعتي. انا خافي المهام، بحيث ان زي ما قلت لك ما يعني في عظمه جايه على القناه وبتاع، فانت مش مشترك ليه في القناه؟ انا مش عارف. انت لو اشتركت في القناه مش هتخسر حاجه، بالعكس تستفيد بالفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. فخلينا نرجع للموضوع بتاعنا. هتدوس على هتدوس على الثلاث نقط دول، هتلاقي الحسابات بتاعتك. بس مش ده اللي احنا عايزينه، احنا عايزين اللي جنبها جولاي دي. هتدوس عليها، هتلاقي ان هو جايب لك النتيجه بشكل بقى ايه اللي انت شايفه قدامك ده، بحيث ان انت لو عايز تضيف مهمه لبكره، مهمه لبعده، مهم ايا كانت المهمه،
تقدر ان انت تتنقل لاي يوم انت عايزه. عندك فوق بتلاقي طبعا الاكونت بتاعك، تلاقي البتاع اللي هي اللي عليها دايره وعليها سهم، دي اللي هي التاسكس، اللي هو على فكره بينقلك للبرنامج التاني، فانت تقدر من الكالندر تتنقل على تاسكس. عشان كده بقول لك هو برنامج مهم جدا، وحياتك كلها تتنظم عليه عادي، وهتلاقي ان الموضوع سلس وبسيط ومفيش تفاصيل ياما. يعني برنامج زي نوشن بحر كبير، يعني انت لازم تكون عامل فيه دكتوراه عشان تعرف تستخدمه، لكن الامور البسيطه دي هي اللي بتنظم لك الدنيا وتوجع لك شراسك. تعال نكمل. البتاع اللي عليها 14 دي لما بتدوس عليها بيرجعك لليوم بتاع النهارده. يعني لو انت كنت اتنقلت مثلا في يوم 15 يوم 16 ايا كان، لو دوست عليها بيرجعك لليوم بتاع النهارده. والسيرش دي لو عايز تعمل سيرش في المهام بتاعتك، او التايم بلوكينج، الطريقه دي اسمها تايم بلوكينج. يعني ايه؟ تعال نشوف. طيب انا رغيت كتير قوي في الامور الفرعيه دي، تعالى نشوف ازاي هنستخدمه. دلوقتي انا عندي الساعه 10 الصبح، فلو انا عايز مثلا عندي ميتنج، انا على فكره دي حقيقه انا عندي ميتنج كمان ساعه الساعه 11، فهعمل ان انا عندي ميتنج، هدوس على الساعه 11 هتلاقيه ظهر لك المربع اللي قدامك ده، فاكتب ان انا مثلا عندي اجتماع اهو، كتبت ان انا عندي اجتماع. باجي هنا بقى هلاقي، طبعا اشيل الكيبورد ده، هلاقي ان انا في عندي هو قايل لك today الساعه 11 تمام. تقدر تعدل عليها مجرد ما هتدوس على اي حته في المربع الرصاصي ده، هتلاقيها فتح لك الاعدادات دي كلها. طيب انت عايز تعتبرها كايفنت ولا كتاسك؟ لان انت لو حطيتها كتاسك هو هينقلها على جوجل تاسكس، فهتسمع في الاثنين، وانا شخصيا احب ان انا اعملها كتاسك. طيب ده لو مهام، يعني مهام يومك العاديه. طب لو في بقى ايفنت فعلا، ايفنت يعني حدث او حاجه يعني انت عايز تسجلها في النتيجه ولكن مش تاسك عليك، فخليها ايفنت. طيب انا دلوقتي اخترت تاسك، فكده اول داي دي طبعا احنا مش هنعملها اول داي، لان اول داي يبقى احنا ما عملناش حاجه. هتيجي بعد كده هتلاقي الوقت بتاعك، فاحنا ظبطنا الساعه 11 تمام. ريبيت اللي هي مكتوب عليها دونت ريبيت، دي لو انت عايز الميعاد ده هو كل يوم بيتكرر. يعني مثلا انت متعود تروح الجيم الساعه 7 الصبح، فكل يوم تمام انت هتحجز الوقت ده كل يوم، ففي الحاله دي هتخليها افري داي، بحيث ان هو كل يوم لوحده يحط لك بلوك من الساعه 7 مثلا للساعه 9 الجيم بقى والفطار والقصه دي. بكيفك انت بتنظمها حسب ما انت شايف حياتك ماشيه ازاي. المهم نيجي بعد كده على اد ديتيلز، دي لو انت عايز تضيف بقى ملاحظات عن الايفنت ده او التاسك ده. نيجي بعد كده لو انت عايز تضيف اتاتشمنت، يعني تضيف ملف للمهمه بتاعتك، ولكن انا ما بستخدمهاش الحقيقه، ولا حتى بستخدم الديتيلز. يعني لو انا مجرد بس حاجه تفكرني، الديتيلز والقصص اللي زي دي انا بعملها بقى على برامج تانية. البرامج التانية دي تحديدا اللي هو نوشن، ولكن انت بالنسبه لك ممكن تكتب في الديتيلز دي التفاصيل بتاعه الحاجه اللي انت هتعملها لو عايز تفتكر حاجه ساعتها او كده. بس يا سيدي هندوس بعد كده، طبعا دوست يعني ايه اللي هو يكنسل يعني. بس انا لو كملت معاك الموضوع للاخر اهو، انا كتبت اجتماع تمام وهدوس سيف، شكرا هو بقى موجود واتحجز. برضه بوري لك تاني في الكاميرا والشاشه قدامك، معلش هو اتحجز عندك البلوك بالمهمه دي. وهكذا بقى، يعني هو يا سيدي مثلا الغدا او اي حاجه. اتمنى يكون الفيديو فادك، كان خفيف ولطيف كده على قلبك. فلو انت عندك اي سؤال اي طلب سيبهولي في الكومنتات، ولو حابب ان انا ادخل في قصص نوشن بقى ونكبر بقى الموضوع شويه، برضو قولي في الكومنتات. لو حابب نعمل ده ممكن اعمل لكم كورس بالكامل في نوشن، يعني ما عنديش مشكله. بس مستني التعليقات بتاعتكم. متنساش انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، متنساش تحط لايك كده قبل ما تقفل الفيديو، متنساش تروح تشوف الفيديو اللي فات، فيديو هيعجبك. شوف الفيديو اللي فات او شوف فيديو من الاتنين دول، بص يعني اي واحد في التلاتة هيعجبك. ممكن تصادف ان يبقى اللي فوق هو اللي في الجنب، لان هو فعلا كان فيديو حلو. فروح شوفه، شوفك الفيديو اللي جاي. سلام.